يا هلا بيكم يا رجالة المحروسة، يا محبين الأصالة والجدعنة. النهاردة حكايتنا عن راجل من رجالتها، واحد لما تسمع سيرته تقول الله الله يا بلد. قصتنا عن واحد عمل كل حاجة، من أول ما كان بيلعب سيف في المدارس لحد ما بقى راجل الدولة الأول ومستكشف الصحاري ومربي الملوك. حكاية النهاردة عن أحمد حسنين باشا. يا مساء الفل على أهل مصر وكل الدنيا. حكايتنا بتبدأ سنة 1889 في قلب حي بولاق العريق في القاهرة. هناك اتولد أحمد حسنين من عيلة ليها أصل وفصل. أبوه الشيخ محمد حسنين البولاقي كان عالم أزهري كبير، وجده اللي اتسمى أحمد على اسمه كان التاجر الكبير أحمد حسنين اللي كانوا بيقولوا عليه أمير التجار في مصر وقتها. وكان راجل واصل وعلاقته قوية جدا بالسلطان حسين كامل، يعني عيلة ليها اسم وتاريخ وفلوس. من صغره أحمد كان باين عليه إنه مش أي حد. كان شاطر جدا في المدرسة بس كمان رياضي جامد قوي. كان بيلعب شيش المبارزة، ودي رياضة البشوات والطبقة الراقية وقتها. شوف يا سيدي، وهو لسه صغير جاب بطولة المدارس في الشيش، يعني كان سابق سنه بكتير. أول ما خلص شهادة البكالوريا اللي هي الثانوية عامة دلوقتي، طلب من أبوه يسافر فرنسا يتفسح كده ويقضي أجازة الصيف. أبوه وافق وسفره باريس، وهناك أحمد ما صدقش نفسه. أول مكان قعد فيه كان منطقة اسمها الحي اللاتيني، الكارتيه لاتان في باريس. أحمد بقى دخل في جو مع شباب كانوا بيخرجوا ويسهروا ويغنوا ويرقصوا، ومبسوط جدا بالعيشة الصاخبة دي. بس في حاجة جريئة عملها أحمد حسنين وهو لسه صغير كده. انضم لجماعات سرية كانت منتشرة في أوروبا وقتها. في جماعة منهم علموه ازاي يصنع القنابل. أيوة زي ما بقولك كده، كان نفسه يرجع مصر ويحارب ويناضل ضد الاستعمار الإنجليزي. بس طبعا دي كانت فترة كده عدم اتزان في حياته. هو مرجعش مصر وعمل قنابل وحارب الإنجليز، لأ خالص. أحمد لأنه كان راجل متزن وعاقل اختار طريق تاني خالص، طريق الصح والسياسة عشان يحارب الإنجليز صح. ولما رجع مصر أحمد على طول دخل كلية الحقوق، بس طموحه كان أكبر من كده بكتير. حب إنه يسافر تاني بالذات لندن عشان يذاكر علوم سياسية واقتصاد. وقتها الموضوع ده كان صعب جدا، بس بفضل علاقات أبوه أحمد قدر ياخد خطاب توصية من البراط الملكي، وده فتح له السكة إنه يسافر ويكمل تعليمه في لندن. في لندن أحمد فعلا تفوق في دراسته، ورجع تاني يتفوق في رياضة الشيش اللي كان بطلها، لدرجة إن سنة 1912 أحمد حسنين كان المصري الوحيد اللي بيمثل بلدنا في الدورة الأولمبية اللي كانت في ستوكهولم. ومش بس كده، كررها تاني في أولمبياد بروكسل سنة 1920، وبقى أول مصري يشارك في الأولمبياد ويشيل علم بلده في المحفل ده غير إنه قرر يبقى أول مصري يسوق طيارة خاصة من أوروبا لمصر. الرحلة دي كانت مليانة صعاب، اضطر ينزل في فرنسا وبعدين هبط اضطراري في إيطاليا وبعدين طار وكمل لحد ما وصل مصر. كان هيموت مرتين في السكة، بس عافر ووصل وبقى علامة في تاريخ الطيران المصري. الجزء الثالث، رحالة الصحراء الكبرى وبداية الحياة السياسية. شوف يا صاحبي، لو ابتدينا نتكلم عن اكتشافات أحمد باشا حسنين في الصحراء هنحتاج حلقات بحالها. الراجل ده كان عاشق للصحراء المصرية، وكان بياخد كاميرته وينطلق. سنة 1923 طلع رحلة استكشافية جامدة قوي في الصحراء الليبية، واكتشف واحة العوينات وأوركنو، ودي أماكن محدش كان يعرف عنها حاجة قبل كده. رحلته دي اتنشر عنها تقارير مفصلة في مجلة ناشونال جيوغرافيك العالمية سنة 1924، ومعاها 47 صورة هو اللي صورها بنفسه. ده خلاه مشهور عالميا كرحالة ومصور، وبسبب مجهوداته الجبارة في اكتشاف الصحراء المصرية خد الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية الملكية، وتلقب بالرحال العظيم من الجمعية البريطانية. ده غير إنه ألف كتاب تحفة اسمه الواحات المفقودة، حكى فيه كل تفاصيل رحلاته واكتشافاته دي. حياة أحمد حسنين السياسية ابتدت لما الحاكم البريطاني نفسه اختاروا سكرتير خاص ليه، ويتقال إن ناس كتير جدا حاولت تلشيه أو تستفيد منه بطرق مش شرعية، بس هو كان رافض على طول، وكان راجل نزيه جدا لأبعد الحدود.
في المنصب ده حارب الفساد بكل قوته وعزيمته، وده خلى نجمه السياسي يلمع بسرعة الصاروخ. بعد ما لمع نجمه السياسي اتعين أحمد حسنين مفتش للداخلية وقضى فترة هناك، وبعدين اتعين سكرتير أول في سفارة مصر في واشنطن، وبعدها سكرتير أول في سفارة مصر في لندن. وبسبب لمعان نجمه ده الملك فؤاد عينه أمين ليه في القصر. الحقيقة هو كسب ثقة الملك فؤاد جدا لأنه كان نابغة سياسية وكان متفاني في شغله لأقصى درجة. كان في علاقة تانية بين أحمد حسنين والقصر. أحمد حسنين اتجوز من الست لطيفة اللي هي بنت الأميرة شويكار، ودي كانت الزوجة اللي قبل الملك فؤاد. الجوازة دي عززت موقفه في القصر جدا، لأن طبعا الأميرة شويكار كان ليها تقل كبير في البلد وقتها. ولما الملك فؤاد اتجوز من الملكة نازلي وخلفوا الأمير فاروق، الملك فؤاد من أول ما الأمير فاروق اتولد عين أحمد باشا حسنين هو الراعي أو المربي بتاع الأمير فاروق. الجزء الخامس: مربي الملوك وسر العلاقة الغامضة. ولما الملك فؤاد قرر يبعت الأمير فاروق لندن عشان يتعلم، كان رئيس البعثة المصرية اللي رايحة مع الأمير فاروق هو أحمد باشا حسنين. ده كان أكتر راجل الملك فؤاد بيثق فيه في الوقت ده، وراح فعلا أحمد باشا حسنين رافق الأمير فاروق لندن. الحقيقة الأمير فاروق حبه جدا لأنه كان بالنسبة له زي أبوه بالظبط، وكان منبهر بيه وعلى طول بيستشيره في كل أموره في لندن. فضل أحمد باشا حسنين مع الأمير فاروق لحد ما جالهم خبر وفاة أبوه. بعد ما الملك فاروق مسك الحكم، اختار أحمد باشا حسنين يرافقه في بعثة سفر لأوروبا عشان يزور ملوك أوروبا، وطبعا كان معاه إخواته البنات ووالدته. في الوقت ده بالذات ابتدت تطلع إشاعات عن علاقة بين الملكة نازلي الزوجة السابقة للملك فؤاد وأحمد حسنين. الإشاعات دي الحقيقة كانت السبب في طلاق أحمد حسنين من مراته، لأن مصر كلها كانت بتتكلم عن علاقة نازلي مع أحمد حسنين. الحقيقة أحمد حسنين كان سياسي محنك بجد، ساعد الملك فاروق الصغير في إنه يعمل خطة تسويقية قوية عشان يقرب الملك من الشعب. يعني مثلا قابل المعارضة وقال لهم: يا جماعة نفتح صفحة جديدة، ننسى اللي فات ونبتدي مع ملك جديد وطني بيحب مصر بجد. وكمان رافق الملك فاروق مش بس في رحلاته في أوروبا، لأ، لما رجع مصر الملك فاروق ابتدى يزور أماكن كتير في مصر ويتعرف على جوانب كتير من الحياة المصرية، وأحمد حسنين كان بيقدمه للشعب كملك صغير وأمل جديد للبلد. نرجع تاني لقصة حب الملكة نازلي وأحمد حسنين باشا. دي كانت معروفة في كل حتة في مصر، ما كانتش سر مستخبي. مثلا الملكة نازلي طلبت كذا مرة من الملك فاروق يوافق على جوازها من أحمد حسنين، لكنه رفض رفض شديد. بس في الآخر وافق إنه الجواز يتم، بس بشكل عرفي. وفعلا تم الجواز العرفي بين الملكة نازلي وأحمد حسنين، وكان شاهد على الجواز ده 2 من كبار البلد: محمد التبعي اللي هو أمير الصحافة المصرية في الوقت ده، وسليمان بيك نجيب مدير دار الأوبرا والممثل المشهور. طبعا كلنا عارفين إن أحمد حسنين باشا كان رئيس للديوان الملكي، وده ما كانش مجاملة ليه خالص. أحمد حسنين باشا كان سياسي محنك وذكي جدا، والملك فاروق كان عارف ومتأكد إنه بيعتمد على شخص قوي سياسيا جدا في مصر في الوقت ده، ورشحوه فعلا إنه يمسك وزارة من الوزارات. بس بريطانيا رفضت بشدة، لأنهم كانوا عارفين إن أحمد حسنين يقدر يمسك خيوط سياسية جوه مصر محدش غيره يقدر يمسكها. غير كل ده، أحمد حسنين كان بطل شيش وكان رئيس النادي الملكي للسلاح، بس كمان كان رئيس للنادي الأهلي فترة كبيرة. علاقته بالإنجليز ما كانتش وردية خالص، كانوا بيكرهوا بعض كره شديد. فاكرين لما قلتلكم إنه اتدرب على صنع القنابل في فرنسا وهو صغير؟ الفكر ده فضل معاه الحقيقة، بس طبعا مش فكر بالطريقة دي، لكن فكر التخلص من الإنجليز فضل معاه لحد آخر يوم في عمره، ويمكن هو ده اللي أدى لوفاته، أو يمكن مقتله. في يوم 19 فبراير 1946 خرج أحمد باشا حسنين بعد ما خلص شغله بالليل في قصر عابدين عشان يروح بيته. وهو طالع على كوبري قصر النيل جت عربية لوري من الناحية التانية تبع الجيش الإنجليزي، والسواق كان سايق بتهور شديد، خبط في عربية أحمد باشا حسنين. الخبطة دي أدت لمقتله في الحال. الحقيقة في قصص كتير جدا حوالين الموضوع ده، هل أحمد حسنين اتقتل فعلا ولا دي كانت حادثة عادية؟
المؤكد إننا النهاردة مش هنقدر نطلع الحقيقة الكاملة، لكن المعروف إن الحكومة المصرية طلبت الحكومة البريطانية بتعويض بعد مقتل أحمد باشا حسنين، وفعلاً بعد سنتين دفعت الحكومة الإنجليزية تعويض لأهل الباشا 12,500 جنيه. لو ما كانش اتقتل هيدفعوا تعويض ليه؟ ولحد هنا بتكون خلصت حكايتنا عن واحد من رجالة المحروسة اللي سابوا بصمتهم في تاريخ بلدنا. قابلناكم في حكاية جديدة. سلام يا رجالة.